السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى يا بنات، انا بقالي فترة ما نزلتش معاكم فيديوهات. تعالوا بقى هنعمل الفطار مع بعض النهاردة. هنعمله بطريقة اقتصادية، وهنعمل الفطار اللي انتوا شايفينه ده كله بصدر فرخة. اول حاجة كده هنعمل مع بعض العصير. انا النهاردة عاملة نوعين عصير. آه اول حاجة اللي هو تمر بلبن، ده احنا يعني بنسيبه كده لبعد الفطار بقى نحل بيه، يعني ناكله بقى كده بعد الفطار. تمام. اول حاجة طبعا انا غالية اللبن، يعني اللبن بتاعي سخن، وكمان مفصصة البلح بتاعي وشطفاه كده شطفة على السريع، عشان طبعا لو في رمل او اي حاجة محدش ضامن. بعد كده بقى صفيته حطيته في الكوبايات ونزلت عليه باللبن المغلي زي ما انتوا شايفين اهو. كده بقى العصير الاولاني خلص معانا. بقى بعد كده بقى معايا صدر فرخة واحد. الفطار بتاعنا كله النهاردة هيبقى بصدر فرخة واحد. مفيش احسن من كده، يعني فطار اقتصادي بقى وهيكفي العيلة بتاعتك كلها. اول حاجة كده معايا هنا بصلاية، هبدأ اقطعها كده شرايح اهو زي تقطيعة الشاورما بالظبط. اهو يا بنات، هبدأ اقطعها كده على السريع. طبعا الخضار اللي انت تحبيه حطيه فيه، يعني عندك جزر ممكن تحطيه، عندك بصل حطيه، مش عايزة بصل شيلي البصل وفلفل وطماطم بس، او جزر وطماطم بس، يعني الحاجة اللي انت تحبيها. بس بصراحة انا بحب الخضار بتاعها، يعني ايه مش كتير قوي، بس يعني قد كمية الفراخ. تمام. قطعت كده بقى معايا هنا معايا قرن فلفل كده اخضر، وكمان معايا قرن شطة حامي. معايا كمان طماطمايه واحدة كده ببدأ اقطعها طرنشات واقسمها بالنص. تمام. اهو يا بنات كده خلاص خلصت الخضار بتاعي كله كده. هبدأ بقى دلوقتي اقطع صدر الفرخة اللي معايا ده. طبعا صدر الفرخة اللي معايا ده انا غسلاه كويس جدا بمية وملح وليمون، ويعني ومعلقتين كده من الخل، عشان طبعا الزفارة اللي فيه. غسلته وصفيته كويس جدا. بعد ما غسلته نقعته شوية وغسلته شطفته شطفة على السريع. بعد كده بقى صفيته كده سبته ينزل المية بتاعته دي كلها. بعد كده بقى هبدأ اقطعه كده شرايح طويلة كده زي ما انتوا شايفين اهو. سهل وسريع، يعني الفطار بتاع النهاردة سهل وهيخلص معاكي لو انت كمان بتشتغلي، او لو انت متأخرة في عمايل الفطار. الفطار هيخلص معاكي بسرعة، يعني بسرعة، مش هتقفي بقى كتير في المطبخ ولا تعملي اصناف كتير ولا حاجة. بصراحة انا بحب يعني بحب الحاجة دي جنبها مثلا بطاطس مقلية، يعني جنبها نواشف. تمام. شيبسي، سلطة، مخلل، يعني الحاجات اللي هي النواشف اللي بتفتح النفس دي على الاكل. وبعدين يعني هي كفايه لوحدها، الاكله دي كفايه لوحدها قوي. طبعا كلكم عارفين احنا هنعمل ايه. اهو يا بنات كده خلاص خلصت كل كميه الفراخ اللي معايا كده. هبدأ بقى كده احطها في بوله اهو. وحطيت بقى عليها برضو معلقه خل، وعصرت عليها نص ليمونه كده، وهسيبها كده على جنب لحد ما اشوف انا هعمل ايه. تمام. بعد كده بقى معايا حلة على النار، نزلت فيها كده بحوالي عن 3 معالق كبار من السمنة. طبعا عندك سمنة، عندك زبدة، عندك زيت، يعني اللي متوفر. اهو يا بنات هستنى بس تسيح، وهبدأ انزل عليهم كده بحوالي عن 3 معالق كبار من الدقيق. بصوا انا لقيت هنا يعني القوام كده سايب شوية. نزلت عليها كمان بمعلقة من الدقيق، يعني كده معايا 4 معالق من الدقيق. هبدأ كده اشوحهم تشويحة على السريع. انا مش عايزة اللون بتاعهم يحمر خالص، لا، انا عايزة بس الدقيق اللي معايا يطلع الرطوبة بتاعته. واول ما تشميله ريحة، يعني انا مش عايزاه يحمر، اول ما تشميله ريحة تشوح كده مع السمنة على السريع، تنزلي عليه باللبن. تمام. طبعا اللبن بتاعي ساقع.
اهم حاجة هو البشاميل ينفع معاكي اللبن ساقع او اللبن سخن، بس لما بيبقى اللبن ساقع ما بيكتلش معاكي، ما بيتعبكيش في الضرب. نزلت بقى برشة من الفلفل الاسمر، وكمان ملحته كده وسبته بقى كده على جنب. بعد كده نزلت بقى، جبت الطاسة بتاعتي ونزلت فيها بمعلقتين من السمنة، وطبعا كنت غسلت بقى الفراخ وصفيتها كويس جدا في المصفى. وبعد كده هنزل في الطاسة، على يعني الطاسة بقى النار بتاعتي عالية، عايزاها بس ايه تاخد صدمة كده، يعني ما تنزلش السوائل اللي فيها كلها. تمام اهو. هبدأ بقى افككها من بعض كده زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ انزل عليها بقى برشة من البابريكا، رشة من الفلفل الاسمر، كمان ربع معلقة صغيرة كده من السبع بهارات، وهنزل عليها بفص توم مفروم، فصين 3 توم مفرومين كده. وبعد كده بقى هبدأ انزل بالخضار بتاعي اللي كنا مقطعينه مع بعض. اول حاجة البصل طبعا، لان البصل بيعوز يعني ايه ياخد وقت في السوا، بياخد وقت في السوا. هنبدأ بقى ننزل بالبصل كده ونشوحه كده على السريع لحد كده ما يدخل بقى ويقرب يدبل خالص. هنزل بالطماطم والفلفل بتاعي. طبعا الفراخ بتاعتي متبلة، فالخضار هياخد بقى ايه يعني من التتبيلة بتاعت الفراخ الجميلة دي. وهبدأ بقى انزل عليها دلوقتي بقى بمعلقة كده من الملح، واسيبها بقى ايه يعني اشوحها كده بس تشويحة على السريع، طبعا لان الفراخ بتاعتي استوت والخضار بتاعي مش عاوزاه يبقى مهري قوي. تمام. معايا بقى هنا كده حلة جنبيها على النار، حطيت فيها معلقتين من الزيت، وكمان نزلت عليها برشة من الملح، وهبدأ انزل بالمكرونة بتاعتي. بصوا بقى، عاوزة اقول لكم ان الوصفة دي اي مكرونة عندك اعمليها. يعني عندك مكرونة صغيرة، عندك مكرونة اسباجيتي، عندك مكرونة من اللي هي الاقلام، عندك مكرونة، اي مكرونة مش هتقول لا. تمام. نزلت بقى في البايركس بتاعي كده بمعلقه بكبشتين من البشاميل. بصوا انا مش بدهن الصينيه اي حاجه، انا بحط بس فيها كبشتين من البشاميل كده تحت، بيدوا طعم تاني للصينيه بتاعتك، للمكرونه بتاعتك. بعد كده نزلت برضو بكبشتين بشاميل على المكرونه، وقلبتهم كده تقليبه على السريع. هبدأ بقى انزل بنص الكميه دي، نص كميه المكرونه في البايركس اهو يا بنات في الصينيه بتاعتي كده. بصوا انا بحب البشاميل بتاعها كتير، بحبه، يعني مش ماسك قوي في بعضه، يعني قوامه كويس يعني، ولا ماسك في بعضه ولا سايح اللي هو قوي. بعد كده بقى هنزل بالفراخ بتاعتي. بصوا يا بنات انا بحبها برضو قوي قوي بالفراخ، يعني بحبها بالفراخ عن اللحمة كتير. جربوها هتعجبكم يعني. اللي بيحب الفراخ اصلا هيحبها، وكمان اللي بيحبها باللحمة هيحبها بالفراخ. ببدأ بقى كده اظبط يعني الطبقة اللي معايا دي، طبقة الفراخ يعني، كل مكان احاول ان انا اوزع فيه الفراخ بتاعتي. تمام. بعد كده بقى نزلت بباقي كمية المكرونة اللي معايا، وهبدأ برضو اسوي وشها كده عشان انزل بالبشاميل بتاعي اهو يا بنات. كده خلاص سويت وشها، وهبدأ انزل بالبشاميل بتاعي كده على يعني على وشها كلها كده. بصوا هبدأ بقى اديلها خبطتين كده بحيث ان البشاميل بتاعي يتفرد في الصينية كلها. طبعا اي حاجة بقى على الصينية بتاعتك من فوق كده او من الجوانب هتمسحيها عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن.
كده خلاص بقى يا بنات، دخلتها بقى الفرن على الرف الوسط. خدت بقى لون من فوق وكمان خدت لون من تحت كده واستوت معايا. خلاص بقى كده، خلاص خلصنا. طلعتها اهو. كمان كنت عاملة سمبوسة كده محشية جبن، بس جميلة جدا برضو. وكنت عاملة عصير موز بلبن كده. يعني ده بقى مع العصير مع الفطار، وهو ده كان الفطار بتاعنا. يا رب الفيديو بتاع النهاردة كده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو عندك اي استفسار ممكن تكتبي لي بقى في الكومنتات وانا هرد عليك على طول. شايفين السمبوسة بتاعتي جميلة ازاي، وكمان الجبنة بتاعتها طالعة ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.